المشكلة إن الأهلاوية قبل البطولة كلهم عمالين يقولوا انتوا بتشجعوش المنتخب ليه؟ ما بتشجعوش المنتخب ليه؟ الزملكاويه مش وطنيين ومدخلني في حوارات وقصص، وفي الآخر نتعادل مع بلجيكا 1-1 ونلعب ماتش حلو فيسيب كل حاجة ويمسك في إمام اللي هو لاعب حلو وجاب جون حلو وهو لعيب جامد أصلا، يقول لك صنع في الأهلي. والسكريبت نزل، كل اللي جن كل حبايب جيمي نزلوا بنفس السكريبت، صنع في الأهلي صنع في الأهلي صنع في الأهلي. طب انت كده بذمتك بتشجع منتخب مصر ولا بتحاول تداوي جرح التالت وجرح الكونفدراليه؟ يا عيني، بانك لعيبتك تقول انها بتلعب حلو مع المنتخب وقوام المنتخب الاساسي من الاهلي وي 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 وبعدين امام صنع في الاهلي. ماشي، ما علينا. وامام ده يا باشا اللي انت كنت مش هقول لك بقى شتمك بامك والكلام ده وتغفلت عنه عشان تكدني والكلام اللي انا اتكلمتك فيه قبل كده، هو السنه دي اصلا مش طايقك، مش عايز يلعب معاك وقفل موبايله وما راحش معاك المطار. عملت عليه عقوبه اسبوعين ونزلته تاني عشان ما تقدرش تقعده، ووكيله في نص الموسم بيقول لك امام مش هيكمل في الاهلي، وما ردتش ولا عملت حاجه، صرفت عليه شويه لجان وخلاص وعملت تشتم فيه تقول لو مش عاجبه يمشي وبتاع، والنهارده بقى صنع في الاهلي. سبحان الله. طب وانت فاكر ان امام بعد الاداء ده هيقعد عندك؟ ده هو اصلا من غير الاداء ده عايز يمشي، وكيله هيسيبه يقعد عندك بعد الاداء ده؟ يا اما بقى هتديله 100 زي زيزو المحرات. امبارح محدش جايب سيره زيزو سبحان الله عشان نزل يحرد، اديها يلا. تغيير غريب كمان، كان المفروض الصراحه ينزل تريزيجيه او هيثم حسن ده. وبعدين منتخب الاهلي ايه؟ اللي هو شوبير اللي هو مش عايز يجدد معاك مستني كاس العالم عشان يحترف، ولا امام اللي مش طايقك، ولا رامي ربيعه اللي ما جددتلوش فسابك وراح الامارات، ولا محمد عبد المنعم اللي ضغط عليك عشان يحترف؟ مين الاهلي؟ ولا مروان عطيه امبارح كان اسوأ اللاعبين يعني، كانش يعني غلطات كتير فاولات، ما علينا من مروان عطيه. وبعدين منتخب اللي انت بتشجعه اللي في اولمبياد باريس مش راضي تديله لعيبتك عشان بتلعب على الدوري، ولا اللي ايام كيروش 21 عمال تدعي المنتخب يخرج عشان اللعيبه تروح تلعب كاس العالم للانديه؟ فايه بقى حوار انك بتشجع المنتخب دلوقتي ده؟ اهدى بس عشان احنا فاهمينك وفاهمين ان كل الليله دي عشان تهدي جرح الكونفدراليه. ما انت بعد الكونفدراليه قعدت تقول ايه؟ هخش مكانك عشان القيد هيتوقف ومش هتدفع، الرعاة عايزيني او اي حاجه يعني تعصلك فيها، تقول لك الرعاة عايزين المرعاه دول يا اسطى لا مؤاخذه ايه؟ في ايه يا عم؟ شويه هياخدوا 3 نوادي، شويه كارت ذهبي، شويه تقمص وتروحش السوبر. ما تهدى يا ابني، هتلعب كونفدراليه. لعيبتك الجامده اللي انت عمال فرحان بيها دي اللي هيودوك كونفدراليه هتلعب بيهم السنه دي كونفدراليه برضه، فهديها عشان فيها اللي مكفيها.